الكثير من الجزائريين يقتنون فاكهة البرتقال خاصة هذه الأيام لوفرة المحصول، إلا أن البعض منهم يجهل أسماءها غير المعروفة، وهو ما وقفنا عليه في أحد حقول البرتقال ببوفاريك. نهار اللي تجي قليله تجي خشينه على هذه الحبه فيها قريب رطل لا مليم. رافقنا حسين فلاح في خرجته لأحد حقوله بأراضي المتيجة ليطلعنا على الأنواع التي أثمرت عنده والأكثر شهرة عند الجزائريين، في حين أن هناك أنواع أخرى لا يعرفها الجزائريون. حوامض واحد اخرين تاع كيما نقولوا فالنسيا، دوبلي فيم سانغيل، جولدان، طارديف. هذو اللي ديجا الفالنسيا ما عندناش حنا هنا في الحوش تاعنا، كاين جهه واحده اخرى. موسم نضج كل نوع منها لا يتزامن في كثير من الأحيان مع الأنواع الأخرى، وهناك أصناف غائبة عنده. دائما تعلم السوق تاعها ممكن تولي تاجر. هذه ديما تجي فيها السره. هذه هي طامسون، وكاين الجولدان، هذه هي السره تاع طامسون. هذه تلقاها حلوه سكر، هذا شويه واحد 20 جور هكذا تلقاها سكر. كاين من نوفمبر تخدم غيره، دير غيره لجوا. كاين تاليه كاع كيما نقولوا فالنسيا وطارديف، هما اللي ينقلعوا التواله. هما كيما كلومانتين من دايرين طامسون وسانكيل دوبلي فيم والبرتغاز والامليم ماد فيفري تخلص نورمالمون المهله تاعها. هي بعض خبايا فاكهة البرتقال الأكثر رواجا في فصل الشتاء، قد يجهل التفريق بينها الكثير من عشاقها، لكنها معروفة بدقة عند فلاحها.